أهلا وسهلا بكم متابعينا في الدرس السابع من تعلم اللهجة التونسية في أقصر وقت ممكن. درسنا اليوم الشرط والماضي المستمر. الشرط سهل جدا في اللهجة التونسية وهو تقريبا كاللغة العربية. مثال: إذا أنا مشيت معاك اليوم، إذا أنا مشيت معاك اليوم غدوة شوف شكون يمشي معاك. إذا أنا مشيت معاك اليوم غدوة شوف شكون يمشي معاك. إذا ذهبت معك اليوم ابحث عن أحد آخر ليذهب معك غدا. ثم إذا زدت كليت تو باش نزيد 2 كيلو. إذا زدت كليت تو، كليت تناولت تو باش نزيد 2 كيلو. إذا وصلت أكل الآن سوف أزيد 2 كيلو. نستعمل أيضا أداة سي للتعبير على الشرط، ويكفي أن نعوض كلمة إذا بسي. مثلا: سي انتوما تجيو معايا للعرس أتو تعملوا برشا جو. سي انتوما تجيو معايا، سي انتوما تجيو معايا للعرس أتو تعملوا برشا جو. تعملوا أي تقومون ببرشا جو. إذا أنتم أتأتون معي إلى العرس سوف تستمتعون جدا. كلمة جو أي فرح واستمتاع. ملاحظة: كلمة أتوا تعبر عن المستقبل ونستعملها في كلمة باش، ولكنها عادة لأننا نستعملها لأننا نشك في وقوع الحدث. مثال: أتوا نحاول نجي، أو أتوا نكلموا غدوة. الآن الماضي المستمر، هذا الزمن سهل جدا وإن شاء الله آخر زمن سندرسه في دروسنا. الماضي المستمر هو استمرار وقوع الحدث من الماضي لحد هذه اللحظة. نستعمل للتعبير عن هذا الزمن ملحق قاعد. مثال: من بكري وأنا قاعد ناكل في البهديل. من بكري وأنا قاعد ناكل في البهديل. يعني من بكري تفيد فترة زمنية معينة قصيرة، 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق. وأنا قاعد ناكل. هنا ناكل تفيد أنني أتناول، تفيد أنني أتلقى في البهديل. بهديل يعني تتيح الإقدار أنك الشتيمة، أن تصرخ عليه وتسخر منه. قعدت تدور من بقعة لبقعة. قعدت تدور من بقعة لبقعة، ظلت تدور من مكان لمكان، تذهب من مكان لمكان. كما نستعمل هذه الكلمة للدلالة على تأكيد وقوع الحدث. ملاحظة: زمن الماضي المستمر سهل جدا وسوف تتعودون عليه ممارسة ذلك صعب. إذا قرأت لهجتكم التونسية بإمكانك متابعة بعض الفيديوهات على اليوتيوب، بإمكانك متابعة بعض المسلسلات وسيتكومات أو مقاطع تمثيلية قصيرة الشهيرة جدا في تونس، برنامج لباس. مثلا بإمكانكم على اليوتيوب تجدون فيديوهات باسم فيصل الحديدي وسام الحمراوي، فيديوهات مضحكة جدا ومسلية في نفس الوقت، مفيدة أيضا. أشكركم على حسن متابعتكم. اللقاء إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بالجديد.